شنو أطيب من ريحة الكيك بالبيت؟ تعالوا نسوي الكيك البيتي البسيط بأسهل طريقة بدون تعقيد ومستحيل تفشل عندكم، تطلع الكيكة هشة وعالية وتجنن. من البداية عندي 4 بيضات عليهم رشة ملح وتقريبا كوب ونص من الشكر حسب الرغبة، تحبون أكثر أو أقل. راح أخفقه كلش زين بالخفاقة الكهربائية إلى أن يصير لونه فاتح كلش. وضفت 3/4 الكوب من الزيت وكوب لبن زبادي يعني روبة، وتقدرون تستبدلوه بالحليب. وضفت الطحين تقريبا كوبا من الطحين وبيكنج باودر وهيل مطحون أو فانيلا حسب رغبتكم. مزجت المكونات وبالأخير ضفت قشور البرتقال تنطي نكهة وريحة كلش طيبة، وهذا شي اختياري. طبعا المقادير تلقوها بالتفصيل أسفل الفيديو. هنا أنا حبيت أسويها لونين، فأخذت قسم من الخليط ضفت عليه ربع كوب من الكاكاو الباودر وربع كوب من المي. نمزجهم زين وراح أدهن القالب بالراشي أو بالدهن والطحين براحتكم. وصبيت الخليط مال الكيك اللونين بشكل عشوائي حتى يطلع عندي الشكل حلو. نظفت القالب ودخلت الفرن الحار من جوا، وأخير دقائق يعني آخر شي شغلت الفوق بس حتى يتحمر الوجه. ما شاء الله طلعت تجنن. ملاحظة: إذا حبيتوا تخفقون البيض بالخفاقة اليدوية كلش عادي، بس الخفق بالكهربائية راح ينطينا هواء بداخل البيض فالكيكة تصير اسفنجية وبس. والله إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون لايك والمتابعة وبالعافية.